اهلا بيكم متابعينا، اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان توصلكم كل الفيديوهات الجديده. راجل بيفتقد بنته اللي هربت منه بسبب معاملته وحبه الزايد ليها، لكن بتدخل واحده في حياته غلط علشان تاخد كل الحب والاهتمام ده، وبعد ما كانت بتحاول تهرب بتقرر انها تكمل حياتها معاه. بيبدا الفيلم بظهور بنت اسمها ليلي في الغابه مع صاحبها نيل، وبنعرف ان ليلي هربت من اهلها بسبب ان زوج مامتها بيضربها وبيأذيها، وبتحاول ليلي تطمن على مامتها. هنا بياخد نيل منها الموبايل وبيقفله علشان محدش يقدر يوصل لهم، وبعد كده بيوصلوا للمكان اللي هيخيموا فيه، فبيقول لها نيل تنصب الخيمة وتستناه على ما يدوروا على مكان فيه مية. وبتنام ليلي وهي خايفة لوحدها في الغابة، وبتفضل تحلم طول الليل بزوج مامتها اللي كان دايما بيضربها. وتاني يوم الصبح برضه ما بيكونش نيل راجعة، وهنا بتاخد ليلي حاجتها وبتروح تدور عليه وهي خايفة لا يكون حصل له حاجة. وفجأة بتلاقي بيت قدامها في الغابة، فبتجري تخبط عليهم يمكن تلاقي حد يساعدها. لكن الغريب ان صاحب البيت واللي اسمه ايفان بيطلع يكلمها كأنه يعرفها قبل كده، وبيفضل يقول لها تدخل تشرب مية وتهدى الأول، وبتحاول تفهمه انها تايهة ومش لاقية صاحبها. لكن ايفان بيفضل يكلمها في حاجات تانية، وبيقول لها تدخل تاخد شاور في اوضتها. هنا بتحس ليلي ان في حاجة غريبة وبتطلع بسرعة من البيت، لكن ايفان بيطلع وراها وبيدخلها البيت بالعافية، وبياخد منها شنطتها وبيقولها انه كان مستنيها من بدري. ومش بتفهم ليلي هو بيقول ايه وازاي مستنيها وهو ما يعرفهاش اصلا، وبتنفعل عليه وبتطلب منه شنطتها علشان تمشي. وهنا بيروح ايفان متجنن وواخدها ومدخلها البدروم وقافل عليها عشان ما تطلعش تاني. وبتقف ليلي وهي مش عارفة تعمل ايه، وبتفضل تخبط على الباب وتنادي عليه عشان يفتح لها، لكن طبعا ايفان مش بيرد عليها. وبتنزل تدور في البدروم على اي حاجة تهرب منها، لكن بتتفاجئ بورق جرايد واخبار عن بنت مفقودة اسمها كاترين، واللي بتكون بنت صاحب البيت وهربت منه وهو بيدور عليها. وبيدخل ايفان وبيقولها تبطل الدوشة اللي هي عاملاها دي وتفكر في غلطها، ولما تكون جاهزة للاعتذار هيطلعها تاني. وهنا بنعرف ان ايفان عنده مشكلة نفسية، وانه افتكرها بنته اللي هربت ورجعت تاني. وبتقعد ليلي على السلم تعيط وهي مش عارفة تتصرف، وفجأة بيدخل ايفان وهو جايب لها اكل وبيقول لها تاكل، لكن ليلي بتفضل تعيط وبتقول له يسيبها تمشي وتروح تدور على صاحبها. فبيتعصب ايفان وبيروح رامي الاكل وبيقول لها انه مش هيسيبها تمشي تاني ابدا، وبياخدها على جوه وبيقول لها انها هتبدا تدريبها تاني علشان تشترك في الماراثون زي ما كانوا بيجهزوا. وبيسيبها ايفان لوحدها وبيطلع. وتاني يوم بيشوف ايفان الجرايد وبيكون فيها خبر عن اختفاء ليلي ونيل، وبيرمي الجورنال وبيدخل ولا كأنه شاف حاجة. وبيروح لليلي وبيقول لها ترتاح من التمرين النهارده وتمشي على النظام اللي عامله لها عشان تقدر تكسب المسابقة. فبتطلب منه ليلي اكل لانها جعانة، لكن ايفان بيقول لها انها لازم تمشي على النظام، وبيروح يجيب لها مرتبة علشان تنام عليها. وبالليل بيحط لها ايفان اكل وبيقعد يغني لها بالدبدوب بتاعها. وتاني يوم بيدخل يقول لها انها لازم تبدأ التمرين تاني، وبيبدأ يساعدها في تمارين الضغط. لكن فجأة ليلي بتفتكر جوز مامتها واللي عملوا فيها، فبتضرب ايفان برجلها وبتبعده عنها. وبيطلع ايفان شوية وبيسيبها تهدى، وبعد كده بينزل لها تاني وبيقول لها انه اذا رجعت تلتزم في التمارين هيسيبها تطلع فوق وترجع لاوضتها. ومش بتلاقي ليلي طريقة تانية غير انها تسمع كلامه، وبتتدرب معاه وبيسيبها تطلع فوق زي ما وعدها. وبيقعد يتعشى معاها وهو بيكلمها على انها بنته. وبتحاول ليلي انها تكتشف المكان وبتشوف الباب والتليفون، وبعد كده بتقعد تستفزه وبترميله الاكل على الارض. فبيعاقبها ايفان وبيرجعها تاني على البدروم. وتاني يوم بينزل ايفان وبيجيب لها هدوم التمرين وبيقول لها تبدا الجري. وفجاه بيجيله اخوه جيف علشان يطمن عليه، وهنا بيقول له ايفان ان كاترين رجعت تاني. وطبعا جيف مش بيصدقه وبيساله عن الادويه بتاعته واذا كان لسه بياخدها. فبيقول له ايفان انه كويس جدا ومش محتاج لدواء، وان كاترين رجعت تاني وبدات التمرين وهيرجعوا المسابقات. لكن طبعا جيف بيكون متاكد ان اخوه بيهلوس، وبيقول له انه اذا ما راحش للدكتور مش هيزوره تاني. ولما بيحاول ايفان يطلب منه ينزل معاه يشوفها بنفسه، جيف بيرفض وبيسيبه وبيمشي. ولما بينزل لليلي اللي بتكون سمعت كل حاجه بتقول له يكلم عمها لانها عايزه تشوفه، وطبعا دي بتكون محاوله منها لانها توصل لاي حد. لكن ايفان بيقول لها انه متضايق دلوقتي وهيبقوا يكلموه بعدين لما يهدى، وبيقول لها تطلع تاخد شاور علشان هترجع
بترجع أوضتها تاني، وبيقعد إيفان يرتب لها الأوضة ويحط الدباديب بتاعة بنته مكانها. ولما بتطلع ليلي على الأوضة بتكون متعمدة تسيب المية شغالة، وبيتضايق إيفان وبيدخل الحمام عشان يقفل المية. وهنا بتستغل ليلي الفرصة وبتروح على الشباك، لكن للأسف بتلاقيه مقفول بالحديد ومش بيبقى قدامها فرصة للهروب، وبيديها الدبدوب بتاع بنته اللي كانت بتحبه وبيسيبها علشان يجيب لها الأكل. في اللحظة دي بتشوف ليلي صورة كاترين الحقيقية وهي واخدة بطولة ومتصورة مع باباها اللي كان المدرب بتاعها ومامتها. وبيرجع إيفان وهو جايب لها الأكل وبيقول لها إنها هتاخد البطولة الجاية، وبيسيب لها الأكل وبيقفل عليها الأوضة من بره. وهنا بتدور ليلي في الأوضة وبتلاقي شنطتها وبتشوف صورتها مع نيل وبتحس بالحزن وهي مش عارفة إيه اللي حصل له. وبتلاقي مذكرات كاترين فبتقراها علشان تعرف تتعامل إزاي مع إيفان. وبعد كده بيسمح لها تطلع تساعده في الأكل، وبتدخل معاها المطبخ وبتقول له إنها عايزة تشرب شاي، وبتسيبه وبتتسحب عشان تطلع بره. لكن إيفان بيلحقها وبيقول لها إنه جاهز الشاي، وبيسألها هي رايحة فين، فبتقول له إنها كانت بتحاول تتمشى شوية. وهنا بيتضايق إيفان وبيحس إنها كانت عايزة تهرب تاني، وبيقول لها ترجع أوضتها، لكن المرة دي مش بيقفل عليها بالمفتاح. وبترجع ليلي الأوضة وبتقعد تكمل قراية في مذكرات كاترين، وبتعرف إن إيفان كان شديد جدا معاها ودايما بيدربها لأنه كان عايزها تبقى بطلة. ولما مامتها كانت بتتضايق منه وبتحاول تكلمه إنه يهدى معاها شوية، بيتخانق معاها وبيقول لها إن الشدة مطلوبة علشان كاترين توصل للي بتحلم بيه. لكن مامتها بتقول له إن ده حلمه هو، وإن كاترين عايزة تعيش زي كل البنات، وإنه ما كانش بيسمح لها تخرج حتى مع أصحابها. ولما وصلت لسن ال16 كان برضه بيرفض إنها تخرج تقابل أي حد من غيره، وكل مرة كان بيدور على حجة شكل وسبب مختلف. وفي اللحظة دي بتسمع ليلي صوت التليفون، وبتسمع إيفان وهو بيتكلم مع أخوه جيف اللي بيسأل عليه، وبيفكروا تاني بميعاد الدكتور. وبعد ما بيقفل بينادي عليها عشان تتعشى معاه. وهنا بتفكر ليلي إنها تمثل إنها تعبانة وبتطلب منه يجيب لها دواء من الصيدلية، لكن خطتها مش بتكمل للآخر لأن إيفان بيقول لها لازم تنزل البدروم الأول. وبتاخد ليلي المذكرات معاها وبتنزل للبدروم وبتقعد تقرا فيها، وبتعرف إن مامة كاترين كانت بتساعدها تخرج من ورا باباها. وبتسألها كاترين إزاي عرفت باباها، فبتقول لها إنه كان بيشتغل معاها في المدرسة وكان خجول جدا، وفضل فترة طويلة يحاول يكلمها لكن كان دايما مش بيقدر، لغاية ما في يوم اتشجع واعترف لها بحبه واتجوزوا. في اللحظة دي بتسمع ليلي صوت العربية رجعت، وبتعرف إن إيفان وصل، فبتطلق مية على نفسها علشان يفتكر إنها كانت بتتدرب. لكن قبل ما يدخل البيت بيلاقي نيل جاي يسأله على ليلي، وبيوريله صورتها وبيسأله لو كان شافها أو جت تطلب مساعدته لأنها تايهة من فترة. وهنا بيتفاعل إيفان وبيكلمه على إنه صاحب بنته اللي حرضها تهرب معاه، وبيقول له يمشي من هنا وبيهدده إذا رجع تاني هيقتله. فبياخد نيل الموتوسيكل بتاعه وبيجري بسرعة وهو بيقول إنه مجنون. وبيدخل إيفان يحط الصورة اللي أخدها من نيل على التلاجة وبينزل لليلي، فبتقوم بسرعة على المشية تاني قبل ما يشوفها. وبيدخل إيفان وهو متضايق وبيسألها عن صاحبها وإزاي تقابله من وراه، فبتكلمه ليلي على إنها كاترين وبنفس ردودها زي ما قرت في المذكرات بالظبط. وبياخدها إيفان علشان يقيس طولها ووزنها، وبيلاحظ إنها قصيرة عن قبل كده، فبتقف على طراطيف صوابعها علشان توصل لطول كاترين، وبيوزنها وبيلاقي وزنها كويس ومش زايد في الوزن زي ما كانت. وهنا بتروح ليلي واخدة الحبل وبتنزل ضرب فيه عشان تهرب، لكن للأسف أول ما بتطلع برضه بتلاقي الباب مقفول، فبتنزل تاني عشان تاخد منه المفاتيح. وفي اللحظة دي بيمسكها وبيزعق لها وبيقولها ازاي اتجرأت تضرب باباها، وبيطلع وبيسيبها لوحدها تاني. وبعد كده بتفضل ليلي تقرا في المذكرات وبتعرف ان مامة كاترين ماتت في حادثة، ومن يومها وحالة إيفان زادت قوي وزادت شدته مع كاترين أكتر. وبيدخل إيفان يقولها تطلع تتعشى، وبتطلع ليلي تاكل معاه، وبيقعد إيفان يشكر ربنا إنه رجع له بنته تاني. وبتبدأ ليلي تفكر في حالتها وإزاي تتصرف مع إيفان عشان تهرب منه، فبتبدأ تتعامل معاه على إنها بنته بجد علشان تبدأ تتحرك في البيت براحتها، وبتستناه وهو طالع وبتعمل إنها وقعت عشان تتخلص من موضوع التمرين ده. وبيساعدها إيفان وبيرجعها أوضتها، وبتبدأ هي كمان تكتب في المذكرات زي كاترين. وتاني يوم بياخدها إيفان يطلعها بره البيت شوية، فبتحاول إنها تقعد لوحدها وبتقول له إنها عايزة تغير جو، لكن إيفان بيرفض يسيبها لوحدها وبيقول لها إنه محتاج مساعدتها في البيت. وبعد فترة بتقدر تقنعه إنها عايزة تكمل تدريب، فبيطلعوا بره البيت
علشان تجري حوالين البيت، وبيتابعها إيفان من فوق، وبتفضل ليلي تجري لغاية ما بتوصل للبوابة وبتحاول إنها تفتحها عشان تهرب، لكن إيفان بيوصل وبيلحقها، فبتقع على الأرض وبتقول له إن رجلها اتلوت تاني، وبيساعدها إيفان وبيرجعها البيت. ومن اللحظة دي بتقرر ليلي إنها تكمل حياتها مع إيفان، وبتكمل تمارينها معاه، وبتكتب في مذكراتها، وبتنفذ كل حاجة بيقول لها عليها إيفان، وكمان بتقلد كل تفاصيل كاترين حتى طريقة تسريحها لشعرها، وبيعلمها إيفان السواقة وبيعاملها على إنها كاترين بالظبط. وفي يوم بيقول لها إيفان إنه سجل لها في المسابقة وخلاص ميعاد المسابقة بعد شهر، فبتتصور ليلي معاه وهي مبسوطة، وبتنام بنفس طريقة كاترين وهي حاضنة الدبدوب بتاعها. وفي يوم بتجهز عادي علشان تطلع تجري زي كل يوم، لكن بتتفاجئ إن اليوم ده يوم عيد ميلادها، وبيقول لها إيفان إنه جايب لها هدية، وبيديلها هديتها علشان تفتحها، وبيقول لها إنه هيجيب لها التورتة. وبتدخل ليلي وبتلاقي إنه جايب لها موبايل، وهنا مش بتصدق ليلي نفسها من الفرحة، وبتطلع رقم نال اللي كانت كاتباه عشان تتصل بيه، لكن في الآخر بتقرر إنها تنهي المكالمة وتكمل في الحياة اللي أخيرا لقيتها، وبتطلع علشان تجري زي كل يوم. وبيكون إيفان رايح يجيب التورتة، ولما بيرجع إيفان بالطلبات بيلاقي كاترين الحقيقية وصلت، وبتكون بنته جاية تحتفل معاه بعيد ميلادها، لكن للأسف إيفان مش بيكون عارف الفرق، وبيكلمها على إنه لسه سايبها من شوية، وبيطلب منها تدخل معاه الطلبات البيت. ولما بتدخل بيقول لها ترجع أوضتها تكمل تدريب على ما يجهز الحفلة، ومش بتكون كاترين فاهمة أي حاجة خالص، لكن بتضطر إنها تدخل الأوضة، وهناك بتلاقي مذكراتها مفتوحة، فبتشوفها وبتتفاجئ إن في حد كاتب فيها. وفي اللحظة دي بتدخل ليلي وبتقول لها إنها حلت مكانها وإنها عايشة مع إيفان على إنها هي، وبتقول لها قد إيه هي إنسانة أنانية لأن باباها بيحبها جدا، وهي سابته وهربت ورفضت كل اهتمامه وحبه. ومش بتكون كاترين مصدقة اللي بتسمعه، وبتقول لها ليلي إنها ما صدقت لقت بيت تعيش فيه مع حد يحبها ويهتم بيها بعد ما اتعذبت وهي عايشة مع زوج مامتها. وبتروح مطلعة السكينة وبتقتل كاترين، وبتلبس فستان من بتوعها، وبتطلع تلاقي إيفان مجهز لها التورتة، وبيقول لها إنهم هيطلعوا يقضوا اليوم بره. وهنا بتقول له ليلي إن هي اللي هتسوق، وفي النهاية بتركب ليلي معاه، وبتقرر إنها هتكمل حياتها معاه ومحدش هيعرف عنها حاجة. ولغاية هنا بيخلص فيلمنا. أتمنى تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان توصلكم كل فيديوهاتنا الجديدة. سلام.